السلام عليكم، كيف الحال؟ يوم جديد. في حاجة بس، يعني في بعض الأصدقاء اللي هو لا ما توكش لسانك، ما تقولش كيف الحال وبتاع الحقيقة قبل ما أجي هنا. دي الطريقة اللي بسلم بها على أصحابي. يعني أنا بحب اللكنة الخليجي عامة. بس عامة يعني مش فارقة كتير، يعني مش لازم أوضح حاجة، بس يعني ما هو جابش التوضيح ولا حاجة، يعني كل واحد حر. وبعدين just a reminder، مجرد تذكير. انا بعمل فيديوهات دي ليا، كويس. انا بعمل الفيديوهات دي في الاساس ليا انا. وطبعا مرحب باي حد ان هو يجي وينبسط معانا ويتابع الرحله. في بعض الناس برضو بتركب من نص الطريق، عارف انت لما يكون قطر طالع من محطة لمحطة ثانية، في ناس بتركب من نص الطريق مش عارف القطر جاي منين. فتوضيحا للناس المحترمين، اللي هو ايه، سيبك بقى من الفيديوهات الهلس دي وارجع اعمل فيديوهات مفيدة وبتاع. يا جماعة الخير، هذا توثيق لرحلة، كويس، بمللها بطبيعيتها. مش لازم ان هي تكون حاجة مفيدة. لو انت عايز حاجة مفيدة جو اند ريد بوك، اذهب واقرأ كتابا. ده افيد بكتير من اي فيديو او من اي حاجة هتتفرج عليها على يوتيوب. تمام. بس عارف موضوع قاسي شوية، كلام، بس وجب التوضيح. وانا اظن هنحتاج نوضح الموضوع ده كل شوية. اليوم يعني انا شاري الحاجات دي بقالي فترة. الهب ده، لاني كنت بفكر جديا ان انا اشتري الماك ميني ام 4 برو بكونفجريشن معين كده. خلاص كنت رايح اجيبه اساسا سبحان الله، رايح اجيبه من ابل ستور من شهرين. ولكن ما كانش موجود. فالكونفجريشن ديت هتحتاج ان هي تيجي كمان مش عارف اسبوعين، وانا في خلال الاسبوعين دول هكون في مصر. فايه، قلت اما ارجع تاني وبتاع. ولما رجعت تاني لخمت في حاجات كتيرة قوي وما اشتريتهوش يعني. بس كنت اشتريت له مقدما هذا الهب اللي هو ايه، المفروض يعني بيتحط تحت الماك ميني. وليه ثلاث وظائف. اول وظيفة انه نوع من التبريد، كويس، ان هو بيرفعه عن الارض كده، والفنز دي او الزعانف ديت تحاول تساعد ان هي تبرد. تاني وظيفة ان هو يعني اكسترنال هاب، بيدي لك شوية مداخل زيادة هنا وهنا، فده ممتاز. والوظيفة الاخرى ان هو في مكان ان احنا نحط فيه مساحة زيادة. يعني البتاع ده ال NVMe SSD ده ليه مكان هنا بنحطه فيه فيدي لك 2 تيرا زيادة. طبعا احنا كلنا عارفين، او اللي مش اللي عنده ابل او جرب ان هو يشتري ابل او يتعامل معاهم، يعني عارف ان هم اغلى حاجة عندهم المساحة، الاستورج. يعني اغلى سعر 1 تيرا في الحياة بتبقى عند ابل. فالناس بتلاقي ورك اراوندز او حلول يعني علشان تقدر تعمل الموضوع ده. طب ليه انا عايز هاب او بتاع خارجي؟ عشان بصراحة حتى اللابتوب، يعني انا دلوقتي هركب البتاع ده في اللابتوب لاني هبقى محتاج اوصل الميكروفون وهذه الكاميرا، وهوصل الايباد. فين الايباد بكابل برضو يركب هنا، وفي هنا اس اس دي وشويه اكسسوارز كده وحاجات تانية كتيره. فحاجه زي ده بصراحه هيفرق معانا جدا جدا في انه يدينا تلك المساحه. بس لعلها خير، والله لعلها خير، بل مو لعلها، أنا أقول لك إنها خيرة من الله سبحانه وتعالى. تلك الأقدار التي أساءتك والله إنها خيرة، وتلك الضيقة التي انتابتك تراها خيرة، وذاك الموعد اللي راح عليك والله إنه خيرة، وتلك الوظيفة اللي قدمت عليها وشقيت عمرك ونفسك وأفنيتها وراحت عليك والله إنها خيرة. لا شك. تلك الفتاة اللي كنت أنت من أجلها بذلت الغالي والنفيس لكنها ليست من نصيبك والله خيرة. ذاك الرجل اللي فارس أحلامك لكن ما الله يكتبه لك والله أنها خيرة. نعم، الله سبحانه وتعالى قدر المقادير قبل أن يخلق الخلق ب500 عام، وكتبها باللوح المحفوظ، جعلها عنده. حتى أن في القرآن الله سبحانه وتعالى يقول: ما أصابكم من مصيبة في أنفسكم إلا في كتاب.
من قبل، يعني في اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها في كتاب، من قبل أن نخلقها، من قبل أن نوجدها، من قبل أن تفكر فيها أنت، من قبل أن نبرأها. إن ذلك على الله يسير. لماذا؟ يقول الله سبحانه وتعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم، حتى ما تحزن على شيء فاتك. اللي ذكرناه لكم تو من وظيفة ومن زواج ومن سيارة ومن أقدار ومن إلى آخره، تراها مكتوبة عند الله قبل الخلق، قبل الخلق، من قبل أن نبرأها. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. حتى الشيء اللي يجيك وتفرح فيه